بالنسبه للاقتراح ديالنا ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا حلوه بكريمه ديال البرتقال، كتجي لذيذه بزاف وسهله في الاستعمال. تفضلوا معايا نشوفوا الطريقه ديالي باش غادي نصاوب هذه الحلوه السريعه. غادي ناخذ في واحد الاناء، غادي ناخذ 4 ديال البيضات كاملين، غادي نديرهم في هذا الاناء بالكامل. البيضه الاولى، الثانيه، الثالثه ثم الرابعه. بيض من حجم متوسط، انا عندي هنايا 4 ديال البيضات بلديات. غادي نضيف لهم واحد القبصه من الملح، ثم غادي ندير كاس ديال مركز البرتقال، غادي ندير معاه نصف كاس ديال السكر حبيبات. اللي استعمل البرتقال ماشي المركز يدير كاس ديال السكر. غادي نضيف عليه 2 ديال الاكياس ديال السكر منكه بنكهه الفانيلا. ايضا غادي نضيف واحد الكاس ممزوج ما بين زيت نباتيه والزبده دايبه. كيف ما كتعرفوا الزبده دايبه كتعطي دائما اللذه للكيك ديالنا. غادي نضيف كاس من الحليب، ثم غادي نخلط جميع العناصر مزيان حتى يذوب هذاك السكر معنا. غادي نبقى نضيف في الدقيق بالتدريج من بعد ما امتزجات كل هالعناصر. غادي ندير 3 الكؤوس ديال الدقيق، ولكن غادي نديرهم غير بالتدريج. درت الكاس الاول، الكاس الثاني، ثم الكاس الثالث غادي نضيفو ايضا بالتدريج. درت نصف كاس. غادي نخلط نشوف الكيك ديالنا واش صافي. لا خصو غادي نزيد. انا في الغالب كندير 3 ديال الكيسان في 4 ديال البيضات. نخلط جميع العناصر مزيان. عاد في الاخير غادي نضيف خميره الحلويات ونخلط. ناخذ المول ديال الكرانيت، هو هذا الشكل اللي تخيرت اليوم انني ندير فيه الكيك ديالنا. غادي ندهنه قليلا بالزيت لتفادي الالتصاق، ولو انهم يستعملوا المول ديال الكرانيت بدون ما يدهنوه. انا ضروري دائما باش نتفادى الالتصاق كندهنو اما بقليل من الزيت او قليل من الزبده. عاد اللي غادي نفرغ جميع الخليط فيه وندخلو الفران. غادي ندير الحراره فقط غير من الاسفل 180 درجه لمده ديال نصف ساعه. كيكون الكيك ديالنا صافي راه واجد. من بعد ما خرجته غادي نوضعو في واحد الطبق على اساس باش نفرغ هذاك المول باش ندير فيه الكريمه ديال البرتقال. بالنسبه للكريمه ديال البرتقال غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي نوضع فيها 1 لتر ديال عصير البرتقال طبيعي. غادي نضيف عليه السكر وايضا النشا، وغنخلط جميع العناصر مع بعضياتها. ما نرصاش من التحريك حتى يبان ليا الخليط صافي راه بدا تيعقد وبدا تيتقال. في هذه الاثناء غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده. نخلط كل العناصر حتى تذوب الزبده، وغادي يكون صافي راه واجد باش نفرغوه في المول. ناخذ نفس هذاك المول فاش طيبت الكيكه، غادي نوضع فيه هذا الخليط. هذا ما كيلتصقش، ولو اننا ما ندهنوش المول فهو ما كيلتصقش معنا نهائيا. نفرغ الخليط كله في هذا المول، ثم ناخذ هذيك الكيكه التصقات ليا شويه معليش. غادي نوضعها بالكامل فوق هاد الكريمه ديال البرتقال، ونحاول انني نضغط قليلا باش تطلع معايا في الجوانب الكريمه وتجي الحلوه ديالتي مزيانه. نخليها على الاقل واحد 4 ديال السوايع في الثلاجه، ماشي في المجمد، غير في الثلاجه. نوضعها حتى تبرد معايا تماما. انا غادي ندرسها في الصباح، غادي نخليها حتى العشيه الوقت اللي غادي نبغي نقدمها. عاد اللي غادي نوضعها في طبق التقديم. من بعد ما بردات معايا الحلوه تماما، خليتها 4 ديال السوايع بسهوله كتقلب معايا في طبق التقديم. غادي غير نخبطها شي شويه ثم غادي نقدمها بالصحه والراحه. غادي نحيد هذاك المول. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا. كيفاش كنحصلوا عليه؟ كتجي جميله وكتجي لذيذه ايضا في نفس الوقت بهذيك الكريمه ديال البرتقال. ما بقى ليا الا نقدمها بالصحه والراحه. غادي نزينها بقليل من الورد اختياري، اللي بغى يزينها بالورد ولا بالفواكه يمكن له. انا بالنسبه ليا غادي نزينها غير بوريضات في الوسط، ونقدمها بالصحه والراحه مع عصير البرتقال ولا مع اي عصير كان متوفر. غادي نزين ليها دوك الحفيرات ديالها بالورد. انا عندي هنا الورد البلدي نخليها في المطبخ فقط غير للتزيين. كنزينوا به العديد من الوصفات، سواء بسيطلات صغار، سواء اي وصفه بغينا نزينوها بالورد، ولا نديروا به الحلويات.
كانت هذه هي الفكره ديالي ديال اليوم. كنتمنى ان الفكره ديالي تنال الاستحسان ديالكم. قدمتها مع مجموعه من الحلويات. ان شاء الله في الحلقات القادمه غادي نقدم لكم جميع هاد الحلويات اللي قدمت هذا الاسبوع.